ان احنا بقى دخلنا على موسم الشتاء، لازم نعمل الحلبة المعقودة او الحلبة بالسوداني والسمسم. بتبقى طعمها حلو قوي وطعمها جميل قوي وبتدفي في الشتاء قوي ومفيدة كمان للاطفال. اول حاجة هجيب الحلة على النار، هنزل فيها 3 معالق سمنة بنفس المعلقة اللي احنا بناكل بيها عادي، وهنزل عليهم ب3 معالق دقيق، نفس كمية السمنة نفس كمية الدقيق. هقلب الدقيق كده لغاية لما احس اللي هو استوى معايا كده في النار زي البشاميل بالظبط. يستوى معايا هبدأ انزل عليه بالسوداني. السوداني ده انا بجيبه من عند العطار، بقول له عايزه سوداني ما يكونش مملح، او هعمل بيه الحلبة بيجيني سوداني بنفس الطريقة ديت. السوداني ده انا جايبه ربع كيلو على مقدار 2 كيلو عسل، وجايبه تمن سمسم. طبعا السمسم بقى مع السوداني مع الدقيق كل ده هشوحه كده على النار بنفس الطريقة بالمعلقة. اهم حاجة ايدك تكون فيه على النار عشان ما يتحرقش معاكي. هتعرفي ازاي اللي هو استوى اول ما يطلع ريحه كده ويسخن معاكي ويبقى ايه ريحته حلوه. هبدا انزل بالاتنين كيلو عسل كلهم على في قلب الحله. بعد ما انزل بيهم هبدا اقلبهم كويس قوي، وايدك بالمعلقه في السوداني والسمسم والعسل عشان العسل ما يتحرقش معاكي على النار. وابدأي كده ايه وسطاني النار، ما تعليهاش قوي، وقلبي واحده واحده كده وانت واقفه لغايه لما تحسي ان بدأ يغلي معاكي. هوريكي الخطوه اللي بعد ما تقلبي كده بالمعلقه ويستوي ويبدأ كده يستوى ويتخلط كله في بعضه. هنا بقى ايه بدأ القوام يتقل معايا زي ما انتوا شايفين. وطبعا زي ما قلت لكم انا موصله النار، بدأ يتقل معايا القوام زي ما بتحسيه بالمعلقه وانتي بتقلبي. هبدأ انزل بقى بمعلقه من الحلبة المطحونة، بتتباع عند اي عطار، معلقة صغيرة زي معلقة الشاي، ما تكتريش عشان ما تمررش معاكي الحلبة، هي معلقة صغيرة خالص. هقلبها كده لغاية لما تختفي معايا جوه العسل. هبدأ انزل بنص عصرة ليمونة بس عشان الليمون بيحافظ على العسل ما يخلوش يسكر، وكمان بيتقل قوام العسل شوية زي اي شربات بتعمليه. بس هبدأ بقى كده اقلبه تقليبة حلوة وهطفي عليه النار وابدأ اعبيه كده في البرطمانات. عبيه وهو سخن هتحسي اللي هو خفيف، هو مش خفيف خالص. هو بقى بيبدأ كده يهدى معاكي عشان هو لسه سخن، يبدأ يهدى معاكي في البرطمانات ويتقل. وبألف هنا وشفا، وجربوا الوصفة، وعايزة لايكات كتير للوصفة.